تعالوا بينا بقى في الساعة دي ندفي بيتنا بشوية قراقيش سادة اقتصادية، انما ايه حاجة كده روعة. وهنعمله بقى من غير ولا لبن ولا سمنة ولا زبدة ولا التكاليف دي كلها. عملناه بقى من كوباية زيت واحدة من زيت التموين وشوية مية، وطعمه بجد يجنن ومفيش اي اختلاف بينه وبين اللي معمول بسمنة ولبن. طريقة جديدة وحلوة قوي وسهلة وسريعة بدون تخمير، والمقادير كلها موجودة عندك في البيت. ومن نص كيلو دقيق هيعمل لنا حوالي 2 كيلو من القراقيش. قراقيش سادة مقرمشة من بره وهشة من جوه وبتدوب كده في البق دوبان. ويلا بينا بقى نشوف الطريقة على طول. بس الأول لو أول مرة تدخلي قناتي أهلا بيكي، أتمنى تنوريني وتشرفيني باشتراكك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني إشعار بكل وصفة جديدة بنزلها. لايك وشير للفيديو لو عجبكم. واول حاجة بقى هجيب بولة واحط فيها كوباية من المية الدافية، وكمان كيس من الخميرة، ومعلقة كبيرة من السكر، وهحط عليهم كمان شوية من الدقيق بتاعنا. نقلبهم بقى كويس جدا. وبعد كده بقى نغطيهم بفوطة نظيفة او بكيس ثلاجة او باي حاجة موجودة عندك، ونركنهم بقى على جنب ونسيبهم كده يتفاعلوا شوية مع بعض. ونجيب بقى الدقيق بتاعنا ونحط عليه معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر، ورشة ملح صغيرة قوي على طرف المعلقة. نقلبهم بقى كويس جدا الأول. وبعد كده بقى نحط عليهم كوباية كبيرة من الزيت، نقلبهم بقى بالاسباتيولا. وبعد كده ابدا ابس الدقيق بالزيت او اشرب الدقيق بالزيت بالشكل ده كويس جدا. هنجيب بقى دلوقتي البولة اللي كنا راكنينها على جنب، وبعد ما اتأكدنا من صحة الخميرة هننزل بيها بقى على الدقيق، ونلم بقى العجينة بطراطيف صوابعنا. احنا هنا مش بنعجن، احنا هنا بنلم العجينة علشان مش عايزينها تعمل عرق فتطلع الحاجة ناشفة قوي معانا. ودلوقتي بقى نختبر العجينة. هناخد منها قطعة ونكورها بالشكل ده ونضغط عليها ضغطة صغيرة. لو لسه مشققة يبقى لسه محتاجة مية كمان، لكن هنا شايفين طلع حلوة قوي والسطح بتاعها ناعم ومش مشقق، يبقى كده تمام. وشايفين العجينة بتتقطع معانا بسهولة ازاي، معنى كده ان ملهاش عرق، وده بقى اللي احنا عاوزينه. يبقى كل اللي اخدته العجينة معانا كوباية واحدة بس من المية الدافية. هنغطيها بقى دلوقتي ونسيبها ترتاح، مش عايزينها تخمر، احنا عايزينها بس ترتاح من ايدينا 10 دقايق بس مش اكتر. وبعد ما ارتاحت بقى معانا ال10 دقايق هاخد بقى منها قطعة وافضل ادمج فيها والم فيها علشان عايزة اطلع الهواء منها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دلوقتي دي. وبعد كده هعملها رول، وكل اللفات دي هتبقى كده توريقات جميلة جوه القرقوشة بتاعتنا. وبعد كده بقى هبططها وافردها بايديا، مش محتاجه نشابه ولا اي حاجه، بسمك يكون متوسط، لا هي رفيعه قوي ولا تخينه قوي. وبعدين هوزع على وشها شويه من السمسم المحمص، محمصاه كده على البوتاجاز بدون اي اضافات، بيخلي شكلها حلو قوي وكمان طعمها بيكون روعه، وخصوصا ان احنا مش ضايفين عليها سمسم في العجينه. وتقدري طبعا تستغني عنه خالص لو مش موجود عندك. بالقطاعة اللي قدامك دي او باي سكينة موجودة عندك مش هتفرق خالص. نبدأ بقى نقطع القراقيش بتاعتنا، وعايزين ما نقطعهاش عريضة قوي لانها لسه هتخمر وهتنفش وهتتخن عن كده، فنعمل حسابنا. والطول بتاعها بقى زي ما انت عاوزة، وهو ده بقى السمك اللي احنا محتاجينه والمظبوط للقرقوشة. هنجيب بقى دلوقتي الصاج بتاعنا ومش هندهن فيه اي مادة دهنية،
وهنرص فيه القراقيش بتاعتنا. واطمني خالص، القراقيش من النواعم اللي ما بتلزقش في السجان. ونشوف مرة تاني مع بعض. برضو هناخد قطعة من العجينة ونفضل نلم وندمج فيها بالشكل ده علشان نطلع الهواء منها، وبعدين نعملها رول، وبعد كده نبططها ونفردها بالشكل ده. وبعد كده هنجيب السمسم ونحطه في النص بالشكل ده ونضغط عليه ضغطتين، وبعدين نقطع صوابع القراقيش بتاعتنا، وبعد كده نحطها في سجان مش مدهونة فيها اي مادة دهنية. وبكده خلاص نكون خلصنا تشكيل كل الكمية اللي موجودة معانا. وشايفين من نص كيلو دي بس وكوباية زيت طلع معانا حوالي 2 كيلو من القراقيش. هنسيبه بقى لمدة ربع ساعة يخمر بعد التشكيل وهو كده في السجان. وبعد كده هناخد اول صاج عملناه ونحطه فرن سخن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في الوسط لحد ما ياخد لون ذهبي خفيف من تحت. وبعد كده هنقيد الشواية علشان ياخد لون ذهبي من فوق. واهم حاجة في الوقت ده بقى المتابعة طبعا المستمرة وتحريك الصاج بتاعنا علشان كله ياخد لون موحد. والصاج هيقعد معانا في الفرن من 12 ل 13 دقيقة. وخلي بالك بقى عشان ممكن في ثانية ياخد لون زيادة بسرعة، فنخلي بالنا بقى من نقطة زي دي علشان حرام يضيع تعبنا. ودلوقتي بقى انا سويت الكمية كلها وخلصت معايا. شايفين ما شاء الله التسوية مظبوطة جدا، حاجة كده تحفة بجد ما فيهاش ولا غلطة. قراقيش دايبة وفي نفس الوقت مقرمشة وخفيفة جدا جدا ومفتحة قوي من جوه مش مكتومة، وبجد بجد لازم تجربوها. وصفة بجد اقتصادية جدا جدا من الدرجة الأولى وسهلة وسريعة. ولو انت لسه مبتدئة اوعدك لو عملتيها بالطريقة دي هتطلع ناجحة ومظبوطة معاكي من أول مرة. ويا سلام بقى عليها الصبح مع كوباية شاي بلبن او في سحور رمضان. كل سنة وانتم طيبين. وكمان هي من ضمن النواعم اللي بنعملها للعيد مع الكحك والبسكوت، فما فيش احلى ولا اسهل ولا اوفر من كده. وعايزه اقول لكم ان احنا مش بنغطيها ابدا لما تطلع من الفرن، بنسيبها كده على السجان ترد من حراره الفرن، وبعد كده بنحفظها في اي علبه تكون محكمه الغلق او في كيس نايلون ونقفله كويس جدا. واللي عايز طبعا يعملها بالطريقة التانية او عنده امكانيات انه يعملها بالطريقة التانية، انا كنت عملتها لكم قبل كده سادة ومحشية بالعجوة، وكمان عملت كعب الغزال بالعجوة وصوابع العجوة وكمان القرص بالعجوة، وكل ده في فيديو واحد بعجينة واحدة، وكانت برضو حاجة كده في منتهى الجمال. مع ان بجد والله حتى لو عندك الامكانيات وجربتي الطريقة دي برضو هتعمليها بالطريقة دي من جمالها. وبس كده. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والشير والاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركة، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني اشعار بكل وصفة جديدة بنزلها. واستنوني بقى الفترة الجاية بفيديوهات قوية جدا لحاجات ما نستغناش عنها في رمضان. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.